تخيل تفتح التيك توك وتلاقي فيديو لست عجوزة قاعدة في نص المقابر وبتضحك لوحدها بصوت عالي. الست اللي بتضحك وسط القبور. لو قلبك ضعيف بلاش تكمل الفيديو. في القاهرة سنة 2019 سكان شارع الإمام الشافعي كانوا سامعين صوت ضحك متقطع بالليل، ضحك غريب جاي من جوه المقابر. الناس افتكرت الأول إنها هزار، لكن الصوت كان بيزيد ويقرب، فقرروا يبلغوا الشرطة. لما الضباط دخلوا لقوا أم فاطمة، ست عجوزة عمرها فوق ال90، قاعدة وسط القبور، قدامها طبق فاكهة وبتنقي الزبيب وترميه على القبور واحدة واحدة كأنها بتأكل ضيوف. واحد من الضباط سألها: انت مين وايه اللي جابك هنا لوحدك؟ ابتسمت ابتسامة باردة وقالت: انا مع اصحابي بيحبوني وبيجوا كل يوم. لما سألوها: صحابك مين؟ ردت وهي بتبص للقبور: ناس ماتوا من زمان واحسن ناس شفتها. لكن الغريب لما واحد قرب منها لاحظ في ايديها ورقبتها كدمات بنفسجية عميقة. سألها: ايه ده؟ ابتسمت وقالت: ده لما بيلعبوا معايا. الناس اللي كانت بتصور قالت انهم شافوا حاجة وراه، ظل طويل بيقف وبمجرد ما الكاميرا تقفل بيختفي. اخر حاجة اتسمعت كانت ضحكتها وهي بتقول: لو جعت هاتولي زبيب تاني. لو قلبك جامد وعايز تسمع باقي اسرار الضحك اللي بيطلع من وسط القبور، تابعنا، الجاي اخطر.